يا صباح الخير. قطر بتروح الأمم المتحدة، ومجلس الأمن عقد جلسة طارئة. والحقيقة أنا مش عارف الناس لسه ليه بتروح الأمم المتحدة. يعني مش عارف. لا، وفي ناس برامج الإخبارية والتحليلية السياسية بيطلعوا يقول لك يا جماعة والأمم المتحدة واتفاقية جنيف. والله وحياة مامتك، انتوا لسه بتتكلموا على الأمم المتحدة واتفاقية جنيف بعد كل البلطجة اللي بتحصل في المنطقة؟ يعني مش عارف. هل انتم لسه متوقعين في حاجة اسمها الأمم المتحدة؟ بجد؟ اوكي، لو انتوا شايفين كده ماشي. طيب ترامب بيقول لك لا يا جماعه ما تقلقوش، ده من اللي حصل في قطر مش هيحصل تاني. القطريين بيروحوا الامم المتحده. ونتنياهو بيمضي امبارح على خطه لتوسيع المستوطنات في الاماكن حوالين القدس، ويتعهد بعدم اقامه دوله فلسطينيه. والناس بيقولوا في الامم المتحده الحل الوحيد لهذه المنطقه ان اقامه دوله فلسطينيه وحدود 67. عموما الفيلم اللي بيحصل ده كله ليه؟ إيه، يعني في دول بتعيد تنظيم ادوارها. والاهم والسبب الاهم، يعني علشان نبقى صرحاء، يعني في دول او نظم سياسيه في المنطقه بتحاول تغسل ايديها من الدم اللي حصل واللي هيحصل. لان الدم اللي حصل في غزه في زيه كتير للاسف. للاسف، مع كل الاسف. ويا رب اطلع يعني تحليل خطأ. للاسف المرحله اللي جايه الدم اللي هيروح اكتر بكتير من الدم اللي راح، للاسف. وبالتالي الفيلم اللي بيحصل في المنطقه ده كله علشان في بعض الانظمه بتحاول تغسل ايديها من الدم اللي هيحصل. مع كل الاسف ده التحليل المنطقي للاحداث السياسيه اللي بتحصل. اشكركم وربنا يسترها. دعواتكم ربنا يسترها علينا وعلى اخواتنا وعلى كل العرب. شكرا لكم على متابعتكم. متنسوش تعملوا لنا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب.